السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في أتم الصحة والعافية. نبداو على صلاة نبينا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم جبت لكم البنات طريقة والسر ديال النجاح ديال الشفنج ديالنا اللي كيجي خاوي من الداخل وكيجي مقرمش ومفشفش. البنات صراحة كيجي زوين بزاف بحال ديال الزنقه. الصراحه كيجي رائع وكيجي زوين البنات وكيجي خاوي من الوسط. بقاو مع الفيديو والمراحل ديالو باش تنجح معكم الطريقه. اول مره ولو تكوني اول مره غادي ديري شنج غادي تنجح معك الطريقه، غير تبعي غير المراحل ونمشيو على بركه الله الطريقه. بسم الله. كناخذ واحد القطعه كنضيف فيها نص كيلو ديال الدقيق ديال الفورص الابيض، بالنسبه للنوعيه عاديه ماشي ديال الحلوى، غير دقيق عادي. كنشكل واحد الحفيره الوسط كيف هكا. كنضيف واحد الملعقه ديال سكر سنيده اللي غير مملوءه، وكنضيف واحد الملعقه ديال الخميره الخبز. بالنسبه للخميره يا اما المكسكسه يا اما المعجونه، اللي كنضيف واحد الملعقه كبيره اللي غير مملوءه، ما كنعمرش بزاف كيف هكا. كنحاول نمزج السكر مع الخميره. وهنا البنات بالنسبه الماء ما يكونش بارد، يكون دافي، خصوص دابا مع الجو راه بارد. الماء من الاحسن يكون دافي. كنخليها تنفعل الخميره مع السكر واحد المده ديال 3 دقائق حتى 5 كاع. هنا البنات غادي نضيف واحد الملعقه ديال الملحه اللي غير مملوءه، بالنسبه للملحه كتبقى على حسب الذوق. وغادي نضيف واحد الملعقه ديال الخل اللي غير مملوءه كبيره البنات حتى هي. كنضيف واحد الملعقه هانتوما اللي غير مملوءه تكون كبيره كيف هذا الشكل. دابا غادي نمشيو باش غادي نعجنوا العجينه ديالتنا. غادي نخلطوا السكر مع ديك الخميره ونشوفوا واش تفاعلت بحال هكا. صافي كنبدا دابا نصب في الماء بالتدريج وكنبدا نجمع في العجينه ديالي. العجينه البنات بالنسبه للعجينه تكون مطلوقه، ما تكونش قاصحه وما تكونش متوسطه، تكون مرخوفه بزاف، تكون جاريه، كتحسي بها راها مطلوقه جاريه البنات. كنبقاو هكا وفي نفس الوقت انا كنبدا نجمع، وفي نفس الوقت كنبدا نضيف الماء حتى كنتحصل على العجينه اللي غادي نبغي ديال الشفنج. كتكون مطلوقه جاريه مرخوفه، كتحسي بها مرخوفه صافي. وكتبقاي تطربي بها بايدك، كتهزي العجينه من التحت للفوق وتخبطي تخبطي 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 بحال شكل الطرب، بحال كطربي في العجينه بحال هذا الشكل البنات. انا حاولت نجرب لكم الفيديو باش ما يجيكمش طويل، ولكن بحال هذا الشكل هذا البنات. شوف كتهزوا العجينه من الفوق لتحت، كتبقاو تقلبوا فيها بحال كطربوا بحال هذا الشكل هكا. هانتوما البنات كيف هكا، شوف كتبقاي تطربي فيها بحال هكا. ها شوف كيف هذا الشكل هكا حتى كنحصلوا لهاد العجينه هذه كما كتشوفوا البنات بحال هكا. بالنسبه للمده راه ماشي بزاف، راه على الاقل شي 5 دقائق حتى 10 دقائق، حيت هي كتبغي تطرب مزيان باش كتجي مرخوفه. وسر النجاح ديال الشفنج هي ملي كيجي مفشفش على قضيه الطراب. قد ما طربتي العجينه وقد ما خليتيها ترتاح قد ما كيجي الشفنج مقرمش وكيجي خاوي من الداخل. هنا البنات شديت هاد الطاسه هذه، دهنتها بشويه ديال الزيت. غادي دابا نضيف فيها العجينه، كدهنيها بشويه ديال الزيت. دابا غادي نجمعوا العجينه وغادي نضيفوها في هاد الطاسه هذه بحال هكا. هاد الفانيوط الصغير بحال الشكل هكا البنات هانتوما كي بحال هكا. دابا غادي نخليوها تخمر لينا العجينه ديالنا واحد المده ديال نص ساعه، وهو اللي غادي نعريو عليهم. انا غادي نحاول اني نقلبها كيف هاد الشكل هكا كما كتشوفوا هانتوما البنات بحال هكا. دابا غادي نخليها تخمر لينا واحد المده ديال نص ساعه على الاقل.
دابا كنغطيوها ونخليوها. هانتوما البنات اللي شفتوا القصعه، هانتوما راه العجينه ما بقاش لاصقه في القصعه. هنا البنات من بعد ملي دازت واحد المده ديال نص ساعه كما كتشوفوا العجينه ديالنا خمرات، يعني تنفعلات لينا. دابا كنحاولوا اننا نديروها من داك الفراغات ديال الهواء ديالها، كنحاولوا نجمعوها بحال هكا، كنحيدوا لها داك الهواء كما كتشوفوا بحال هذا الشكل هكا. ها انتم البنات صافي كناخذ واحد الصينيه بحال هكا ولا بلاطو، كندهنوا بشويه ديال الزيت كيف هذا الشكل. ها انتم بحال هكا. ودابا غادي ناخذ العجينه ديالي صافي. دابا غادي نشكلها شكل كويرات صغار. غادي نبدا نقرص في العجينه ديالي ونشكلها شكل كويرات صغار. بالنسبه للحجم كيبقى لكم الاختيار، كديروا حجم صغير ولا متوسط ولا كبير، كيبقى لك الاختيار. كنبقى هكا مستمره حتى كندير الكميه كامله ديال العجينه ديالنا، كنقرصوها كامله كشكل كويرات بحال هكا. هانتوما بحال هذا الشكل. صافي كنغطيو واحد البلاستيك غذائي ونخليها ترتاح واحد المده على الاقل 5 دقائق حتى 10 دقائق. هنا البنات كناخذ واحد المقله كنضيف فيها شويه ديال الزيت، وهنا خديت كاسرونه كنضيف فيها كميه كثيره شويه ديال الزيت كثير على الكاسرونه. هنا البنات المرحله الثانيه، بالنسبه للمرحله الاولى كنضيف في المقله شويه غير شويه ديال الزيت، والمرحله الثانيه كنكثر الزيت في الكاسرونه. بالنسبه ضفت انا الكاسرونه هنايا البنات باش يبقى الزيت مجموع ما يجيش مشتت. صافي البنات من بعد ما دازت 5 دقائق خمرت لينا العجينه شويه. صافي كنبدا نشكل في الشنج ديالي بحال هكا. كنشد الكويره كنثقبها من الوسط وكنحطها ديريكت في المقله بحال هكا في البلاصه اللي كيكون الزيت قليل. كنخليها، هانتوما راه لاحظتوا راه بدات كتعطي الفقاعات ديالها. صافي ملي كنحس بها راه شدت في راسها وتحمرت واحد شويه من التحت، صافي كنديريكت كنهزها بداك الصفاي وكنحطها في الكاسرونه بحال هكا البنات. انا ملي كتشوفيها بدات كتحمر صافي كنقلبها بحال هذا الشكل هكا. كنقلبها وكنخليها حتى كطيب بحال هكا البنات. هانتوما راه تحمرات كلها تحمرات بحال هذا الشكل هكا، كلها تحمرات كاع من الجوانب كامل ديالها تحمرات. صافي كناخذ واحد الصفايه وكنحط فيها ديريكت الشفن ديالنا باش كيتسكر من داك الزيت اللي كان باقي، وكنبقى هكا مستمره نفس العمليه. كنبقى نشد الكويره الاولى اللي يسلمنا صافي حتى النهايه. كنهزها هي الاولى كنديرها في هذيك المقله، ومن بعد ملي كتحمر لنا من التحت كنعاود نضيفها في هذه الكاسرونه هذه كيف هكا. من الاحسن البنات ديروا فوق جوج مقالات، وحده يكون فيها الزيت قليل وحده يكون فيها الزيت كثير، والثانيه يكون فيها الزيت كثير. من الاحسن تكون مجموعه. وانت هو الشكل النهائي ديال الشفن ديالنا كما كتشوفوا هو هذا البنات. هانتوما صراحه كيجي مقرمش. هانتوما شوفوا على تقرميشه، سمعوا البنات على تقرميشه فيه كيجي رائع البنات صراحه. غير تبعوا المراحل. هانتوما البنات راه هذه اللي كندير معكم انا دابا كنفتح معكم راها سخونه. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي من الداخل، وصراحه كيجي رائع وكيجي بنين. هانتوما البنات كيجي خاوي وكيجي زوين بزاف بزاف. غير تبعوا المراحل البنات. صراحه كنتمنى تجربوا هذه المراحل ديال هذا الفيديو والطريقه اللي شاركت معكم. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم على المتابعه، وشكرا لكم على الميساجات ديالكم. شكرا على الناس اللي دخلت عندي جديده وكتخلي لي الميساجات، وما نساوش حتى الناس القدام كنشكركم كاملين. شكرا لكم كاملين كاملين بدون استثناء، وشكرا على الميساجات ديالكم، وشكرا على اللايكات ديالكم اللي لا يخطيكم. شكرا لكم كاملين كاملين. ونقول لكم الى وصل لهنا الفيديو نقول لكم ما تنساوش البارطاج مع الحباب والاصدقاء، وما تنساوش هي اللايك. واللي اول مره كتشوف الفيديو ديالي كنقول لك دخلي مرحبا بك، اشتركي في القناه باش وديري تفعيل الجرس باش يولي يوصلك ديما الجديد ديالي. وشكرا لكم كاملين كاملين، ولا لا يخطيكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.